مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة المرئية والتي سنخصصها لمواكبة مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في بطولة كأس إفريقيا للشباب والمقامة هناك في الأراضي المصرية. خلال هذا العدد سنحاول تقريبكم من نظام البطولة وكذلك كيفية التأهل إلى الأدوار القادمة والمسار المحتمل لأشبال الإطار الوطني محمد وهبي خلال هذه البطولة تعرف مشاركة 13 منتخبا مقسمة على ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تعرف تواجد خمس منتخبات، المجموعة الثانية والثالثة أربع منتخبات. الجولة الأولى في المجموعة الأولى ستجرى اليوم الأحد، على أن تجرى الجولة الثانية من نفس المجموعة بعد 3 أيام. بعد ذلك تجرى باقي الجولات بالتناوب بين المجموعات الثلاث. كيفية التأهل: صاحب المركز الأول والمركز الثاني يتأهلان مباشرة إلى دور ربع النهائي، على أن يتم اختيار منتخبان كأفضل توالد في المجموعات الثلاث. لكن كيف سيتم الحسم في هوية المنتخبان المتأهلان كأفضل ثالث؟ سيتم حذف أو إلغاء جميع نتائج المنتخب المحتل للمركز الثالث أو المركز الأخير في المجموعة الأولى. بعد ذلك تحسم وتحسب نتائج المنتخبات الثلاث المحتلة للمركز الثالث في المجموعات الثلاث، ويتم الحسم في هوية المنتخبان المتأهلان إلى دور ربع النهائي. صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى سيواجه في دور ربع النهائي إما صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو المجموعة الثانية. أما صاحب المركز الأول في المجموعة B أو المجموعة المنتخب الوطني المغربي سيواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، مجموعة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور. أما صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة سيواجه إما صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة. بينما صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، مجموعة بي والمجموعة المنتخب الوطني المغربي، سيواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، مجموعة السنغال وغانا. هذه هي المعطيات الخاصة بدور ربع النهائي وكذلك كيفية التأهل إلى الدور ربع النهائي. المنتخب المغربي جاء في مجموعة ربما نوعا ما تبدو في المتناول بالمقارنة مع المجموعة الأولى التي كانت في القرعة الأولى عندما كانت البطولة ستنظم في ساحل العاج. يعني كانت مجموعة صعبة للغاية، لكن هذه المجموعة تتوفر ربما منتخب تونس يعرفه محمد وهبي وواجهه مرارا وتكرارا خلال دورات شمال إفريقيا وكذلك تصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا. منتخب نيجيريا يعتبر من المنتخبات القوية والمنتخبات دائما التي تتألق في الفئات السنية. منتخب كينيا الذي يظل منتخب مغمور ومجهول بالنسبة للجميع خلال هذه الفئة. عموما الحظوظ قائمة للمنتخب الوطني المغربي للمرور إلى دور ربع النهائي، وبعد ذلك التفكير في نصف النهائي وبلوغ المونديال المقبل، لأن 4 فرق التي ستبلغ نصف النهائي ستتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم للشباب لتمثل القارة السمراء. هذا ما لدينا في هذا العدد. نضرب لكم موعدا قبل مباراة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الكيني للحديث عن معطيات المباراة وكذلك التشكيلة المتوقعة ومعطيات هذه المباراة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.